اهلا وسهلا بمعاليكو في تي بي تي تريننج اند بزنس تراكشن. جت ازاي وازاي جت وليه اصلا جت، وهل هي مفيده فعلا في الوطن العربي، وهل هي عملت سوت؟ القصص دي كلها هنتكلم فيها، دونت وري. اهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. وانا عبد الرحمن عامر، اقل لكم شأنا، ماجستير حاليا، دكتور اداره اعمال دي بي اي. يعني من ضمن الحاجات اللي اسسناها العشر سنين في حياتنا اللي فاتت كانت انجلش كابسولز، من اشهرها. يعني احنا عندنا اكاديميات تانية على فكره بالمناسبه، بس اشهرها انجلش كابسولز. التي بي تي تحتوي على ثلاث اشياء زي ما حضراتكم عارفين، ثلاث حاجات اساسيه: بزنس، تدريب، تعليم. تقول ايه الفرق يا عم؟ ايه التدريب والتعليم دي؟ طب ما هي واحده. اقول لك لا يا فندم، لا يا سيد الرئيس. تدريب شيء، اداره التعليم والاديوكيشن مانجمنت شيء، وده هنتعلمه ان شاء الله بعدين. انا بحب ابتدي بدي في البيبل جدا، لان انا كقائد في التعليم والتدريب، وانا كمانجر، وانا كمدير، وانا كتيم ليدر، وانا كبزنس اونر، انا اسمي ايا كان اسمي ايه، لو ما فهمتش دي فاعرف يا سيد الرئيس ان انت بتخطط خلاص. وانت اصلا المشاكل، انت سبب المشاكل للناس اللي تحتك. ايه ده ازاي؟ والله ما هو انت مش فاهم. انت مش فاهم ان التيم عندك بيعدي بالاربع بروسيس دول. الجي دبليو سي، ايه بقى الجي دبليو سي دي؟ واختصار الثلاث كلمات ده، اختصار قال لك الجي دبليو الاول. ليه جت الجي دبليو سي؟ ليه تم صناعه الجي دبليو سي؟ ليه تم صناعتها قبل ما نعرف هي ايه وناخدها؟ دي تم صناعتها عشان الناس اللي زيي واللي زيك سوري، بيجيت فرستريتد. يعني ايه فرستريت؟ مش عارف هو يختار الناس ازاي، ومش عارف الشخص ده مناسب ليا ولا لا. اولا welcome to day 3. تمام، welcome to day 3. يعني انا هقول كومنتي على يلا الدايجرام. يلا يلا، جو يلا انطلق. يعني بس انا يعني مضطر ان انا بس اقول حاجه رفيعه كده. هو انا شايف ان المعيار من الانترفيوز طبعا اللي حضرتك بتعملها والسلكشن، يعني حضرتك ما قلتش كده بس انا فهمت كده من كلامك، واعتقد ان ده قصدك. اعتقد احد المعايير الاساسيه ان هو هي ريفلكت ذا نيد. يعني هو الراجل اللي هو داخل نزاهه، يعني مش اعتقدش ان انا هبقى ابيلنج قوي ان انا اضيفه للجروب. انما لو انا حسيت من الانترفيو ان هو الراجل فعلا عنده النيد وهو فعلا عايز يحضر عشان يستفيد، فده هيضيف يعني. دي elements انا ارتضيها في تقييم الشخص بتاع السيتس دي elements. اولا، لا تقيم قبل ان تدرب. حلو كده الجمله دي، لا تقيم قبل ان تدرب. لا تقيم قبل ان تدرب. يعني انا جايب معايا هبه الله تشتغل في حته معينه في السيلز، في الماركتنج. لا تقيمها قبل ان تدربها، وده شغلتك كرائد. هتقول لي ما يا عم الكلام ده بيسكس. طيب ماشي. common sense is not common sense for others. فاكرينها؟ النهارده ان شاء الله احنا نغطي الثلاث كلمات دول. هتقول لي ايه يا عم النهارده كل اليوم في الثلاث كلمات دول؟ الثلاث كلمات دول مش قليلين خالص. الثلاث كلمات دول كافلين انا كعبد الرحمن عامل يغيروا مفهومي عن التدريب. انا كعبد الرحمن عامل يخلوني مختلف تماما على 99.9 من مدربين العالم وليس الوطن العربي. ليه؟ لان انت هنشوف ايه دي موديل دي يا عامر، وايه اللي جابها اصلا في القصه. واصلا هي مهمه. عبد الرحمن يا عامر انت اكيد عبد الرحمن يا عامر انت اكيد بتنظر علينا، هتضيع علينا وقتنا. طيب انا بوعدك، وعد قدام ربنا، مش وعد قدام حد والكلام الفاضي، قدام ربنا، ان انت لو فهمت اي دي موديل هتكون من ضمن المميزين جدا في العالم في صناعه المحتوى بتاعك. ولو انت ما صنعتوش مش مشكله عادي، وجبت حد يصنعه لك اهو يشتغلها لك، هتبقى انت عارف ازاي تقيم. طيب في كوميك ظريف كده، ان الراجل بتاع الاتش ار راح للسي او قال له حضرتك اعتمدت بادجت كبيره قوي للتدريب السنه دي، فانا خايف ان الشباب دول او الناس اللي موجودين بعد ما نعلمهم يسيبوا الشركه ويمشوا. قال له انا خوفي اكتر ان احنا ما نعلمهمش ويفضلوا قاعدين. اكسلنت اكسلنت. عارفين مصطلح موف اند امبروف يا جماعه؟ بالمناسبه عارفين مصطلح ده مشهور جدا ما بين الناس في رياده الاعمال. موف اند امبروف، يا عم هو اتحرك. عارفينها ولا لا؟ ما تردوا عليا. موف اند امبروف المصطلح ده قول. اتفضل. هو موفن امبروف بشكل عام، يعني هو المفروض بيبقى مبني على بلان، مش الله ينور عليك. بشكل هو عشوائي.
احيي حضرتك يا سيدي مصطلح الفاضل. وفي حته رياده الاعمال بيبقى موف اند امبروف للام في بي اللي انت بالفعل عملته بناء على بلان. اللي بيتقال بقى يا فندم او الناس بتاخده ازاي؟ موف اند امبروف يعني مش مشكله، ما تنزل باي حاجه واعمل. انت قلت وذ بلان، خلاص تعال بقى نمشي ورا كلامك. ايوه وذ بلان او within a plan.